فيلمنا بيبدأ في لحظة سودة خالص، نار وخراب، الدخان مغطي السما ووشوش الناس مليانة رعب. في وسط كل ده صوت راجل بيقول جملة غريبة جدا: القوة عمرها ما كانت هدية، دي دايما لعنة، لعنة بتبلع كل اللي يطمع فيها. الكاميرا بتقرب على حجر قديم عليه نقوش باهتة، نقوش بتحكي عن 9 مخطوطات اتكتبت من آلاف السنين في عهد الإمبراطور أشوكا. مخطوطات مش عادية، دي فيها أسرار الكون نفسه، كل واحدة فيهم فيها نوع من القوة: الزمن والطاقة والعقل والخلود والروح والنور والظل والتوازن والسلطة المطلقة. وبيتقال إن اللي يقدر يجمع التسعة هيبقى عنده قوة تقدر تغير مصير البشرية كلها. بعد المشهد ده على طول الكاميرا بتنقلنا لعصرنا الحالي، لمدينة هندية مزدحمة مليانة دوشة وعربيات بتزمر وناس بتجري في كل اتجاه. وهناك بيظهر بطلنا فيدا شاب فقير لبسه بسيط عايش في حي ضيق بيكسب عيشه من النشل والسرقة الصغيرة. بس فيدا مش مجرم بمعنى الكلمة، هو واحد اتظلم من الدنيا. ضحكته على وشه دايما، قلبه مش وحش بس مش لاقي معنى الحياة. بيسرق المحافظ من الناس وبيجري من الشرطة. في يوم في وسط الزحمة فيدا بيحط عينه على راجل لابس بدلة شيك وماسك شنطة جلد غريبة، بيروح وراه بخفة وبلقطة سريعة بياخد الشنطة ويجري. بس المرة دي لما بيجري ويفتح الشنطة عشان يشوف الفلوس بيلاقي جواها ورقة ملفوفة بعناية شكلها قديم جدا، مكتوب عليها رموز مش مفهومة وحروف غريبة منقوشة كأنها من عهد تاني. من اللحظة دي حياته كلها بتتغير. الليلة دي فيدا بيحلم حلم غريب جدا، شايف نفسه واقف وسط صحراء والسما لونها أحمر، وفي صوت بيهمس في ودنه: أنت مش حرامي، انت الحارس اللي اتولد متأخر. بيصحى مفزوع ومش فاهم اي حاجة. في الناحية التانية من المدينة بنشوف راجل اسمه مهابير لاما، راجل ضخم عيونه حادة لابس اسود دايما فاكر نفسه كريشنا. هو زعيم منظمة سرية اسمها السيف الاسود. المنظمة دي بتدور على 9 مخطوطات وعندهم تكنولوجيا غريبة جدا بتخلط بين العلم والسحر. لاما مش شرير في الشكل بس وراه قصة تقيلة جدا. هو خسر مراته وابنه في انفجار كبير، ومن ساعتها هو مهووس بفكرة ان المخطوطات دي ممكن ترجع له عيلته. بيؤمن ان القوة دي مش لعنة لان دي فرصة تانية للحياة. رجالته بيتتبعوا أي إشاعة عن مخطوطة ظهرت وبيوصلوا المعلومة عن شاب فقير سرق شنطة فيها حاجة غريبة كده. لا عرف إن فيدا معاه واحدة من التسعة. فيدا مش فاهم حاجة فبيروح لبنت اسمها أديرة ديت باحثة شاطرة جدا في اللغات القديمة، وهي كانت شغالة على مشروع عن حضارة أشوكا. لما بتشوف الورقة دي وشها بيتغير بتقول له: دي مش مجرد ورقة، دي واحدة من المخطوطات التسعة. وبعد شوية تحليل بيكتشف إن المخطوطات السبعة اللي بتتحكم في الزمن الداخلي، يعني تقدر توقف الزمن لجسمك، تتحرك بسرعة أو تبطأ زي ما تحب، بس كل مرة تستخدمها بتدفع ثمن فادح. جسمك بيتكسر من جوه شوية بشوية. فيدا مش مصدق لكنه بيجرب. وفي مشهد خرافي بيحاول يهرب من عصابة صغيرة كانت بتهاجمه، فجأة الدنيا بتقف حواليه والناس ثابتة، العربيات في الهواء والدخان واقف في مكانه وهو الوحيد اللي بيتحرك. بس بعد ما ينجو بيقع على الأرض من الألم، دمه بيغلي وصدره بيتفتح كأنه بيتكسر من جوه. ومن هنا بيبدأ مشوار. فيدا وأديرة بيتحالفوا عشان يمنعوا لاما من جمع المخطوطات، وبيبدأوا رحلة سفر. وكل محطة بيقابلوا حارس جديد بيحمي واحدة من المخطوطات. في معبد فوق جبل الهيمالايا بيقابلوا راهب كبير في السن، الراهب ده عجوز. بيقابلوا راهب كبير في السن بيقول لهم ان المخطوطات دي اتخلقت عشان توازن الخير والشر، وان كل مخطوطه فيها لعنه خاصه. بيحذر فيدا اللي يحاول يمتلكهم كلهم يتحول لظل النفس. لكن فيدا مش بيسمع التحذير، كل ما ياخد مخطوطه جديده القوه بتزيد بس ملامحه بتتغير وعيونه بتسود شويه بشويه، وبيبدا يحس بجواه حاجه غريبه زي طاقه كده عايزه تخرج وتسيطر عليه. وفي النص التاني من الفيلم بيحصل مشهد ضخم جدا في وسط الغابه الاستوائيه لما بيبعت جيشه عشان ياخد المخطوطة الخامسة. فيدا بيحاول يمنعهم. المعركة دي من أعنف المعارك اللي ممكن تتخيل، سيوف من طاقة ودوائر سحرية وانفجارات بتتفتح على الأرض، والزمن بقى يرجع كذا مرة. وفي وسط المعركة فيدا بينقذ أديرة بس بيضطر يستخدم المخطوط السبعة تاني. الوقت بيقف والكل ثابت بس هو بيمشي خطوة بخطوة لحد ما ينقذه. ولما الزمن بيرجع بيتقلب على الأرض من الألم. أديرة بتحضنه وهي بتعيط بس هو بيضحك ويقول لها لسه في روح، نكمل. مع الوقت العلاقة بينهم بتكبر وفيدا بيبدأ يحس بحاجة حقيقية لأول مرة في حياته، بس كمان بيبدأ يشوف رؤى عن ماضيه، بيكلمه وشوش ناس لابسه ابيض، وبيفهم انه مش مجرد انسان عادي، هو اخر نسل من الحراس اللي كان دورهم انهم يمنعوا البشر من الوصول لقوه المخطوطات، يعني قدره كان دايما مرتبط بيها. المرحله الاخيره بتبدا لما يقدر يجمع 8 مخطوطات وبيفضل ناقصه واحدة اللي في ايد فيدا. بيخطف أديرة وبيهددوا انه يسلموا المخطوطة الأخيرة واللي هيضحي بيها عشان يكمل الطقوس اللي هتفتح بوابة الخلود. فيدا بيقرر يروح لوحده وفي لقطة مظلمة جدا بيدخل قلعة حجرية ضخمة في نص الصحراء، سما ساعتها كلها برق بنفسجي والأرض بتتهز. لاما واقف جوه دايرة طقوس منقوش على الأرض والمخطوطات حوالينه بتلف في الهواء. فيدا بيصرخ فيه: اللي بتعمل ده هنا العالم. ولاما بيرد عليه: العالم انتهى اليوم اللي فقدت فيه عيلتي. المعركة الأخيرة بتبدأ، سيوف نارية وانفجارات طاقة والزمن بيقف يرجع كل ثانية والقلعة بتنهار
وأديرة مربوطة في النص. كده بيقرر يضحي بكل حاجة وبيفعل كل القوى اللي معاه مرة واحدة. جسمه بينور بالنار، نص بشر ونص طاقة، وبيبدأ يقاتل لاما في معركة خرافية وتقسم الجبل نصين. طبعا انتوا عارفين الأفلام الهندي يعني. اللحظة اللي لاما بيفتح فيها البوابة، فيدا بيستخدم قوته الأخيرة وبيكسر الطقس. بنشوف بعدها أديرة بتفتح عينيها فوق جبل، وجنبها فيدا تعبان وبتنفس بصعوبة. تسأله أنت خلصت الحرب؟ بيرد وهو باصص للسما، القوة ما بتموتش، بس المرة دي العالم عنده فرصة جديدة. الكاميرا بتطلع من بعيد والهدوء بيرجع للعالم، بس في آخر لقطة حجر صغير في الرمل بينور بلون ذهبي وبيظهر عليه رمز من رموز المخطوطات. الصوت اللي سمعناه في الأول بيرجع تاني يقول القوة عمرها ما بتنتهي، هي بس بتختار مين يصحى. وهنا بتظهر كلمة ميراي ولقطة سريعة للمخطوطة التاسعة وهي بتتفتح لوحدها، إشارة إن القصة لسه مخلصتش، دي كانت مجرد البداية. بداية ونهاية. طبعا مش هسجل جزء تاني للفيلم ده حتى لو نزل له. وما تنساش تعمل لايك واشتراك للقناة عشان ما يفوتكش كل جديد. ويسلم. شافك واحدة غيرهم كلهم.